ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقه المبكبكه. هي جديده شويه. جبت نص كيلو جمبري وشلت منه الحبل الرملي بخله السنان، بدخلها كده وبقوم شايلها، بس للاسف كل الموجودين دول كنت عملتهم خلاص. هنبدا بعد كده. هنجيب بصلتين متوسطين الحجم، والبهارات كاري، بابريكا، كمون، فلفل، كركم، ملح. تمام. ودي 5 فصوص توم مهروسين. والمكرونه نصيحه ما تسلقهاش. جبت مكعب زبده، حطيته في حله. كل المكونات دي هتكون في حله واحده. وهنزل عليه بمقدار معلقتين زيت. هنا خلاص الزبده بتسيح اهي. هنزل عليها بقى بالبصله واديها لون. وبعدين هنزل ب5 فصوص توم، وانزل بعدها بالجمبري. اول ما الجمبري هياخد اللون الاورنج ده، خلاص هطلعه من الحله وهسيب ثواني. اول ما الجمبري ياخد اللون ده هنزل بنص كوبايه ميه. ممكن ازودها شويه كمان، ممكن نخليها الكوبايه. وهبدأ اطلع الجمبري من الحله. هنا الجمبري كان استوى خلاص، فهنزل عليه بالبهارات كلها بقى. وهنزود في الخطوة دي كوباية المية وعصرة ليمونة هنا اهي. وبعد ما ازود كوباية المية هديله تقلبتين كده وياخد غلوة بسيطة، وهطلع الجمبري. الصوص اللي في الاخر ده بقى اللي هننزل بالمكرونة فيه. وهنحط كمان 5 معالق صلصة، بس نصيحة ما تسلقوش المكرونة. وبعدين في الاخر هنزل بالجمبري، وهيطلع معاكم احلى مبكبكة. جربوها هتعجبكم قوي. قدمتها مع الطحينة والبتنجان المطقطق بألف هنا.